اهلا وسهلا بكم في قناة صلح العطل بنفسك. النهاردة معانا فيديو جديد عن تايمر الغسالة النص اوتوماتيك او غسالة الاطفال بيشتغل في الغسالات. هنبدأ نشوف مع بعضنا التايمر ده 3 طرف. تايمر 3 طرف. هنبدأ مع بعضنا واحدة واحدة نشرح يعني ايه 3 طرف. التايمر ده ليه 3 اطراف. ليه 3 أطراف. طرف من الأطراف دول بياخد كهرباء مباشر، بياخد فردة من 220، والطرفين دول بياخدوا طرفين الماتور. يعني هنيجي للماتور هنا اهو، ماتور زي ده موتور غسالة نص اوتوماتيك، بس طبعا فيه عطل، بس انا حبيت اوضح لحضراتكم الطريقة. هنبقى نصين الماتور اللي قدامنا ده وننزله في حلقة تاني ان شاء الله. الماتور ليه 3 اطراف، طرف كهرباء و2 هياخدوا مكثف. يبقى انا الكابل ال 220 معايا اهو، ركز معايا، ادي الكابل ال 220 بياخد طرف للماتور، والطرف الثاني من الكابل ال 220 بنديه للرئيسي بتاع التايمر. هنبدأ بقى الطرفين دول هنديهم للتايمر، هنديهم للماتور مع المكثف. تاني واحدة واحدة عشان ما تتوهش مني. معايا التايمر 3 طرف، اديت طرفين للماتور مع المكثف، واديت طرف لل 220. ال 220 خد طرف من الماتور وطرف من المكثف. كده الماتور خد طرف واحد بس 220، الطرف الثاني هيديهوله المكثف، هيديهوله التايمر الماتور خد طرف 220، الطرف الثاني هيديه ليه التايمر، بس هيوزعه معايا مرة هنا ومرة هنا. هيديني هنا هيلف شمال، هيديني هنا هيلف يمين. طيب يا باشمهندس، عشان برضو ما نتوهش مع بعضنا هحاول اوضح لك حاجة احسن من كده. خلي الماتور كده على جنب، وهنبدأ هنهدي الإضاءة شوية عشان الدنيا توضح معانا. كده احنا شغلنا الكهرباء. هندي طرف الرئيسي اللي هو بتاع التايمر اهو، تمام اهو، وهنسيبه كده. انا معايا طرفين، دي طبعا مش كهرباء 220 اللي فيه، دي سيريال. هنبدأ نلف التايمر الطريقة دي اهو. طيب هنا اشتغل، فاصل اهو، ادى الطرف التاني. لو احنا رجعنا كده اهو، ده فاصل، هو مدي الطرف التاني. دلوقتي هيفصل وحديه من الطرف التاني اهو، ورجع ادى الاولاني. فبالطريقة دي بيلف لفة شمال ولفة يمين. يعني احنا لو محملين الطرفين دول مع المكثف كده اهو، هو كده رجع يدي مرة هنا يلف الماتور يمين، ومرة هنا يلف الماتور شمال اهو، بالشكل ده اهو. كده هو عطى الطرف ده، الطرف التاني مش عطيه خالص اهو. كده عطاه اهو، فصل اهو، اداله. هيخلص من الطرف ده وهيفصل، هيدي الطرف التاني اهو. للمصداقية عشان ما حدش يقول لي طب ما هو ممكن يكون عاطي الطرفين، ادي الطرف اللي هو عطيه والتاني اهو مش شغال. تمام، فصل هو عن ده، ادى ده اهو اهو، ده شغال وده مش شغال. لما يفصل هنا هيرجع يديني هنا اهو. تمام. طيب طريقة تركيبه وطريقة توصيله، ركز معاه كويس. معايا هنا دول 3 اطراف بتوع التايمر، 3 اطراف بتوع التايمر. طرف رئيسي اللي هو هياخد الكهرباء ال 220، هنطلع الطرف الاحمر دوت كده اهو، ده بياخد طرف من ال 220. هنطلع الطرف الاحمر ده على جنب عشان نبقى نديله
فردة من ال 220. كده فاضل معايا الطرفين دول. هنيجي للأطراف الموتور التلاتة. الأزرق معايا كهرباء، هنطلعه برضه عشان نديله الفردة التانية ال 220. ركز معايا كده، احنا طلعنا طرف من التايمر اللي هو الطرف الرئيسي الأحمر، وطلعنا الطرف الأزرق. هما الاتنين كل واحد هياخد فردة من ال 220. ده هياخد فردة وده هياخد الفردة التانية. هنيجي هنا الطرفين بتوع الموتور اللي قاعدين معايا طبعا هيكون راكب عليهم مكثف، فردة هنا وفردة هنا. هنلحم دول مع المكثف برضو، فردة هنا وفردة هنا. لما نشغل التايمر زي ما شفت حضرتك التنقل من هنا لهنا، هو هينقل، يدي هنا الموتور هيلف معايا يمين، يدي هنا الموتور يلف معايا شمال. طبعا في بعض النصائح ان التايمر ده يعيش معاك. في ناس تلف التايمر كده، اشتغلت الغسالة، يبدأ يعمل ايه؟ يرجع التايمر يدوي كده. لا، فضلا وليس امر، بلاش، لان ده شغال على تروس. انت كده هتبوظ التروس دي بسرعة، التروس دي هتتلف منك سريعا. فبلاش يعني، رجاء عشان تحافظ على عمر التايمر معك. وكده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. يا رب يكون الفيديو والمحتوى عجب حضراتكم. لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بلايك، وما تنساش لو كنت لغاية دلوقتي لسه مشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.